بما ان كتير منكم حابب يتعلم الطرق بالخطوات وازاي يعمل الكيكة ناجحة من اول مرة والكريمة تكون متماسكة وتطلع معاه احلى من المحلات، في فيديو النهاردة هنعرف ازاي نحول الكيكة المدورة دي لتورتة على شكل قلب، وخصوصا للناس اللي مش متوفر عندها قالب على شكل قلب. الخطوة الأولى خبزت الكيكة الإسفنجية وأنا عملتها معاكم على اليوتيوب بالتفصيل. الكيكة مقاسها 30 سنتي، ممكن نخبزها في قالب على شكل قلب من البداية، ينفع برضو للناس اللي متوفر عندها. أول خطوة بعملها إن أنا بشيل الطبقة الخارجية دي، والطبقة اللي فوق دي مهمة جدا تشيلوها لأنها بتكون فيها أو مجمعة كمية الزفارة أو نكهة الزفارة بتاعة البيض، فمهم جدا تشيلوها. بعد ما نضفنا الكيك كويس هنبدأ ان احنا نقطعه. في ناس بترسم على الورقة شكل قلب وبعد كده بتحطها على الكيكة وتبدأ ان هي تقصها على شكل القلب او اطار القلب. انا منصحكوش بالخطوة دي لانها هتهدر معاكو كمية كبيرة من الكيكة. قطعوها بشكل دائري زي ما انا بعمل. ودلوقتي هنعمل كريمة غنية جدا ومتماسكة كأنها كريمة لباني. هستخدم كوبايتين كبار من الكريم شانتيه الخام، كوبايتين ونص، عليهم كوباية ونص من السكر و3 كوبايات ونص من الحليب البارد. انا استخدمت حليب علشان اخلي الكريمة طعمها غني كده، يعني تحسوا كده انكم بتاكلوا كريمة خفق او كريمة لباني متماسكة وجميلة جدا بالحليب. هي طبعا بالحليب بتكلف اكتر بس بتاكلوا حاجة جميلة. كمية الحليب اللي كانت عندي 3 كوبايات، فزودت نص كوباية كمان من المية وفضلت اضرب بالمضرب الكهربائي على سرعة عالية لمدة 10 دقايق لحد ما القوام بقى زي كده. ما ينفعش نستخدم اي حاجة غير المضرب علشان المضرب فيه قوة كبيرة من الضرب، فطلع لنا الكريمة متماسكة زي ما انتم شايفين كده، غير لو قلبناها بايدينا او قلبناها كده بالمضرب اليدوي او الكبة ما ينفعش ابدا. هنحضر بقى الكريمة حوالينا كده. هستخدم الكيس الحلواني وهستخدم تب اللي هو بتاع البسكوت علشان ده هيفرد لي الكريمة في الإطار من بره بشكل متساوي. بديل بقى القاعدة الدوارة اللي هي مش متوفرة عند ناس كتير، انا بستخدم قماشة زي ما انتم شايفين كده وتحتها مقاس صينية اصغر من مقاس الصينية اللي فوق، وبحط عليها الكيكة وبدورها وبتنفع برضو كبديل. اول خطوة في بناء التورتة بنستخدم الكيكة، بعد كده بنحط عليها الكريمة. احنا ممكن نحط سيرب شربات او حليب او اي حاجة حابين ترطبوا بيها الكيكة، لكن الكيكة كانت طرية معايا جدا فانا ما حبيتش ان انا اشربها المرة دي. طبعا ممكن تستخدموا الاسباتيولا زي ما انتم شايفين او تستخدموا الكيس الحلواني، اي حاجة متوفرة عندكم او حتى السكينة. ودي اخر طبقة. اخر طبقة لازم تنزلوا الفتافيت الزيادة اللي عليها كده علشان ما تجيش على الكريمة وتكون الكريمة كده كلها ملساء ما فيهاش اي فتافيت من الكيكة وتظهر لما نيجي نقطعها. بعد كده بنسوي الكيكة لو في حواف طالعة زيادة وبنغطيها بالكيس البلاستيك وبندخلها التلاجة لمدة نص ساعة علشان لما نيجي نقطعها نعرف نتحكم في الكريمة وما تكونش سايحة معانا. هنبدأ بقى نقطع الكيكة على شكل قلب. انا استخدمت المسطرة علشان تطلع معايا القياس مظبوط. بنقيس التورته، انا طلعت معايا 22، قسمتهم على الاتنين طلعت 12. بعد كده قسمتها على شكل زائد كده وقطعت الجوانب، والجوانب دي بقى اللي هتبقى اطار القلب من فوق. هنستخدم بقى القاعدة ديت مقاس 40 في 40، بتكون اكبر من التورته شويه علشان تدينا مساحه ان احنا نعرف نزين التورته من الخارج. ما ينفعش تجيبوها كده على قد التورته، هتلاقوها كده طالعه من بره. شوفوا قد ايه هي كبيره على التورته، بس في النهايه هتكون مظبوطه عليها. علشان اثبت قطع الكيك بحط الاول كريمه، بعد كده بقوم ضغطه كده على الكيكه زي ما انتم شايفين علشان اثبتها. طبعا الكريمه لو سايحه هتبوظ لكم الكيكه، فتاكدوا ان هي متماسكه معاكم. وبرده القطع الزياده بقوم مسوياها كده اللي انا بنحت التورته يعني علشان تكون متساويه. خطوة مهمة جدا للكريمة علشان نقدر نملسها وتكون ناعمة، لازم نخرج كمية الهواء اللي دخلت في الكريمة علشان تكون ناعمة. طيب احنا لو في الصيف دلوقتي ما نقلبش الكريمة كتير علشان احنا كده بننزل من درجة الحرارة فهتسيح معانا، فيفضل ندخلها التلاجة وبعد كده بنقوم مقطعينها. انا هستخدم يا اما الاسباتيولا او السكريبر او المسطرة زي ما انتم شايفين كده. وبصراحة الاداة سهلة جدا وبسيطة ومتوفرة عند كل الناس وانا هستخدمها معاكم. طبعا لازم نتأكد ان المسطرة نظيفة تماما، مش بنستخدمها لأي غرض تاني غير الحلويات. انا عاوزة اجاوبكم على سؤال مهم دايما بيجيلي، الكريمة دايما بتطلع معاكم سايحة 100% بسبب الكريمة اللي انتوا شاريينها بتكون جودتها مش كويسة خالص. في كريمة خام مش بتبقى كويسة وفي كريمة خام بتكون حلوة.
المهم بعد ما خلصت الكيكه وجلستها زي ما انتم شايفين دخلتها الفريزر لمده ساعه علشان تكون بقى متماسكه، وابدا ان انا ازينها بقى واعمل الفينش بتاعها من فوق. انا استخدمت زبدة فول سوداني مسيحاها على بخار مية هي والشوكولاتة مع معلقة كبيرة من الزيت، والشوكولاتة حطيت عليها حليب. انا عملتها قبل كده معاكم في تورتة. نصيحة مهمة جدا لأي تورتة مجسمة سواء على شكل قلب أو أي شكل تاني، لازم تحشوا ما بين الطبقات كريمة وتدخلوها التلاجة. بعد كده بتقطعوها، ما تغلفوهاش كلها كريمة وبعد كده تقطعوها. لما تيجوا تلزقوا الأجزاء مع بعض هتلاقوا ايديكوا اتملت بالكريمة وكل حاجة باظت، فاعملوها بالطريقة دي وهتطلع معاكم ان شاء الله ناجحة. الحاجات اللي انا حطيتها على التورته: زبدة فول سوداني، شوكولاتة، قطع شوكولاتة كريسبي، شوية من الورد الأحمر والتوت، يعني زينوها زي ما انتوا حابين كده. وكتبت كمان على التورته هابي بيرث داي. التورته كانت هديه لبابا، ربنا يبارك في عمره ويطول في عمره ويخليهولي يا رب ويبارك فيه. انا كنت مدياله هديه وبصراحه هي كانت لنا كلنا وانا عماله اكل منها. اتمنى التورته تعجبكم وتقولوا لي رايكم في التعليقات وعاوزين ايه تاني. اشوفكم على خير، باي باي.